واحد من اغرب الملوك اللي عدوا على مصر. كان بيحب يعمل نفسه حمار ويخلي الجواري يركبوا فوق ظهره، وكمان كان بيبيع لهم الحلويات. تعالوا احكي لكم قصه الملك المنصور محمد بن قلاوون. الملك المنصور اتولى الحكم سنه 762 هجريه، كان عنده ساعتها 14 سنه، وكانت تصرفاته غريبه جدا. المؤرخ ابو المحاسن بردي بيقول عنه في كتابه النجوم الزاهره في ملوك مصر والقاهره انه لما كان بيحب يهزر كان بيعمل نفسه حمار ويؤمر الجواري انهم يركبوا فوق ظهره، وكان دايما بيتحرش بزوجات الامراء في القلعه. وكمان اتشهر عنه انه بياخد الكعك من مطبخ القصر ويدخل يبيعه ليه، وكان منفض دماغه عن امور الحكم خالص ولا شاغل باله. هو كان كل همه يلعب ويضحك ويستمتع بالملذات اللي عنده باعتباره ملك. وعشان كده امراء القصر من المماليك اجتمعوا عليه وخلعوه بعد توليه الحكم بسنتين بس، وعينوا مكانه ابن عمه الملك الاشرف شعبان بن حسين. اما هو فحبسوه في القلعه لحد ما مات وهو عنده 41 سنه.